احنا كل يوم بنقابل حاجات ممكن تضر جسمنا، ميكروبات في الهواء، على الأكل، في ايدينا أو حتى جوه جسمنا نفسه. ومع ذلك أغلب الوقت بنصحى ونكمل يومنا عادي من غير ما نحس إن في معركة بتحصل جوانا طول الوقت. اللي بيخلي ده ممكن إن في نظام شغال من غير ما ناخد بالنا، نظام مش بنشوفه بعينينا بس بنحس بغيابه فورا، وده تأثير جهازنا المناعي. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة من سلسلة اسرار ما وراء الطبيعة هنحاول نفهم مع بعض ازاي جهازنا المناعي بيشتغل. وقبل ما نعرف ازاي بيشتغل لازم نفهم الاول هو ايه وليه وجوده اساسي في حياتنا. اولا كده، يعني ايه مناعة؟ المناعة ببساطة هي قدرة الجسم انه يقدر يحمي نفسه، مش بس من الامراض لكن من اي حاجة غريبة ممكن تحاول تدخل جواه وتسبب اي خلل. الجسم مش مستني الحاجة دي تحصل عشان يتحرك، هو اصلا مجهز نفسه من قبل ما تحصل اي مشكلة. ومن هنا نقدر نفهم ان المناعة ما بتكونش نوع واحد، دي اكتر من مستوى. المستوى الاول هو خط الدفاع الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه، اللي هي المناعة الفطرية. دي المناعة اللي الانسان بيتولد بيها، مش بيتعلمها، مش بيفكر فيها، لكنها بتكون تلقائية وموجودة وسريعة جدا. اي حاجة غريبة تدخل الجسم المناعة دي بتتعامل معاها فورا، ما بتسألش دي ايه ولا جت منين ولا هي خطيرة او بسيطة، هي شغالة على طول الوقت وبنفس الطريقة. ودي بتتمثل في الجلد والأغشية المخاطية وبعض الخلايا اللي ممكن تهاجم اي حاجة غريبة تدخل جوه الجسم. بس المشكلة هنا ان السرعة دي ما بتكونش كافية، وده بيعتمد على درجة خطورة الميكروب اللي بيهاجم الجسم. عشان كده الجسم احيانا بيكون محتاج مستوى تاني، واللي هي المناعة المكتسبة. دي مناعة الجسم بيكونها مع الوقت، بتتأثر بالتجارب اللي الجسم بيتعرض لها، بالأمراض اللي عدت عليه، وكمان باللقاحات اللي أخدها. الميزة هنا ان المناعة دي بتفهم وبتتذكر، يعني لما ميكروب معين يدخل الجسم مرة الجسم بيبتدي يتعرف عليه، ولو رجع تاني بعد فترة الجسم بيكون مستعد ليه كويس جدا، أسرع وأقوى من المرة الأولى. وده هيخلينا نتكلم على حاجة مهمة جدا، ان الجهاز المناعي نفسه بيتكون من خلايا ليها أدوار مختلفة. الجهاز المناعي عنده نوعين أساسيين من الخلايا اللي بيتعاملوا مع الميكروبات. نوع شغله انه يتعامل مباشرة مع الحاجة الغريبة، والتاني انه ينظم ويقرر ويفتكر. طيب الخلايا دي بتشتغل ازاي؟ في طريقتين أساسيتين للاستجابة. طريقة بتعتمد على مواد بيفرزها الجسم عشان تمسك في الميكروب وتمنعه يشتغل، والطريقة التانية بتعتمد على خلايا تروح مباشرة للأماكن المصابة وتعالج المشكلة من جذورها. الجسم مش بيختار واحدة فيهم وخلاص، أحيانا بيستخدم الطريقتين مع بعض حسب نوع المشكلة اللي بيتعرض لها. وده بيورينا ان المناعة مش رد فعل واحد، دي منظومة بتغير طريقتها على حسب الموقف. واحدة من اهم مميزات الجهاز المناعي انه بيفتكر، يعني بعد ما الجسم يتعامل مع ميكروب معين بيسيب وراه تسجيل للمعلومة دي. عشان كده لو نفس الميكروب رجع تاني الجسم ما بيبدأش من الصفر، وده السبب ان بعض الامراض بتيجي مرة واحدة في العمر، ولو رجعت تاني بيكون تأثيرها اخف بكتير. لحد هنا كل اللي قلناه بيعتمد على ان الجسم هو اللي كون المناعة بنفسه، لكن ده مش دايما بيحصل. في حالات معينة الجسم بياخد حماية جاهزة، زي مثلا الأطفال حديثي الولادة جسمهم لسه ما قابلش ميكروبات كافية، هنا بيكون انتقال مباشر للأجسام الدفاعية من الأم. الحماية دي بتكون سريعة بس مؤقتة، ما بتسيبش وراها ذاكرة طويلة. ولو وسعنا الصورة شوية هنلاقي ان المناعة ما بتكونش موجودة في جسم واحد بس، الموضوع ممكن يشمل ناس كتير في نفس المكان، ودي اللي بنسميها المناعة الجماعية. يعني لما يكون عدد كبير من الناس عندهم مناعة ضد مرض معين، انتقال المرض ده نفسه بيكون أصعب من الطبيعي. وده معناه ان الناس اللي مناعتهم ضعيفة بيستفيدوا من ان المرض مش لاقي طريق سهل ينتشر فيه. الجهاز المناعي مش ثابت، بيتطور مع العمر والتجربة والتكرار. كل مرة بيتعرض فيها الجسم لشيء جديد بيتعلم منه وبيسجل معلومات عنه عشان يستفيد منه في الفترة الجاية. ومع الوقت رد الفعل بيكون أدق وأسرع وأقل ضرر على الجسم نفسه، وده اللي بنسميه الذكاء المناعي. أما بالنسبة للقاح فبيدخل الجسم فكرة مش مرض، يعني الجسم بيتعرف عليه، بيتعلم منه ويكون ذاكرة من غير ما يمر بالتجربة الكاملة للمرض. يعني ده تدريب آمن للجهاز المناعي قبل ما يواجه الخطر الحقيقي. آخر نقطة ويمكن أهم واحدة في كل اللي احنا قلناه، إن الجهاز المناعي مش شغال لوحده، هو محتاج بيئة تساعده. نوم كويس، أكل متوازن، وتقليل التوتر والحركة، والتعامل الصح مع الأمراض، كل ده بيفرق جدا في تقوية الجهاز المناعي. تقوية المناعة مش وصفة سحرية، هي أسلوب حياة. جهاز المناعة مش حاجة بعيدة عننا، ولا هو موضوع طبي معقد، هو نظام شغال جوانا طول الوقت، بيتعلم ويفتكر ويتطور عشان نكمل حياتنا بشكل طبيعي. وكل ما فهمناه أكتر كل ما عرفنا نساعده إنه يشتغل أحسن. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.